السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس الفريلانسنج المقدم من أكاديمية دعم. في الفيديو اللي فات شرحنا إيه هو السوات أناليسيز واتكلمنا عنه بشكل نظري، فأنا حابب في الفيديو ده نطبق الكلام بشكل عملي. مثلا نفترض إن أنا مثلا كأنا عايز أعمل شيفت كارير وأبقى فلاتر ديفلوبر مثلا. إيه هو الفلاتر ديفلوبر؟ ده الشخص اللي بيبرمج التطبيقات اللي بتبقى على الموبايل سواء كانت اي او اس او اندرويد. فلنفترض ان انا عايز ابقى فلاتر ديفلوبر وعايز اطبق مبدا او تحليل السوات اناليسيز على نفسي. فبسم الله، السوات اناليسيز ماشي، وعايزينه نبقى فلاتر ديفلوبر. تمام. دلوقتي احنا قلنا احنا بنقسم مثلا الورقه بتاعتنا لاربع ارباع. حلو كده. الربع مثلا الاول احنا قلنا الربع الاول بنحط فيه نقاط قوتنا او السترينث بتاعتنا، وقلنا الربع الثاني هنحط فيه نقاط الضعف بتاعتنا الويكنس، والربع التالت قلنا هنحط فيه الفرص. الربع الرابع قلنا هنحط فيه الثريتس او المخاطر اللي هتواجهنا. اول حاجه هبدا اكتب نقاط قوتي انا بقى كعبد الرحمن. فانا اقول ايه؟ فاقول اللي انا عندي خبره كبيره في التقنيات اللي بتاعت اللي هي ورا الكواليس سواء اللي هي باك اند وكده. انا عندي خلفيه كويسه في بايثون والويب سكرابنج والاوتوميشن، فهكتب كده في نقاط قوتي. تاني حاجة مثلا أقول إن أنا اشتغلت قبل كده في مشاريع حقيقية وكبيرة، فده اداني خبرة في التعامل مع المشاكل وإن أقدر أحلها بحلول عملية. تالت حاجة أنا بتعلم بسرعة ومش بخاف أجرب حاجات جديدة. رابع حاجة أنا مثلا فاهم ال API والجيسون، ودي حاجات أنا محتاجها كتير في فلاتر. خامس حاجة هقول أنا الإنجليزي بتاعي كويس إلى حد ما. فدي نقاط القوة اللي عندي واللي أقدر أستفيد منها لو دخلت في مجال الفلاتر. تاني حاجة هنبدأ نكتب إيه هي نقاط الضعف اللي عندي. أهم نقطة إن خبرتي في مجال الموبايل ديفلوبمنت قليلة جدا، ولسه محتاج أعرف إيه هي لغة دارت والسنتكس بتاعها بيتكتب إزاي. ولسه برضه محتاج أشوف إيه هو اليو أي يو إكس اللي بنبدأ نصمم بيه شكل التطبيقات على الموبايل. كمان محتاج أحسن الإنجليزي بتاعي أكتر لأن معظم شغل فلاتر عبارة عن تواصل بين العملاء أو العملاء دول بيتكلموا إنجليزي، وكمان الفلاتر دوكيومنتيشن مكتوبة بالإنجليزي، فالمفروض أحسن الإنجليزي بتاعي أكتر من كده لو كان ضعيف. واخر نقطه ان انا ما عنديش بورتفوليو او معرض اعمال لمجال الموبايل ديفلوبمنت، وده لازم نبدا نبنيه خطوه بخطوه. بعد كده هكتب الفرص اللي موجوده في السوق ومش بقدر اتحكم فيها. فدلوقتي اول حاجه ممكن نقولها ان فلاتر ان فلاتر ليها فرص كتيره جدا في السوق بسبب انها حاجه اسمها فلاتر كروس بلاتفورم. يعني ممكن نكتب بالكود الواحد تطبيقات تشتغل على الاندرويد والاي او اس في نفس الوقت. وكمان في مشاريع كتير فريلانسنج بتحب انها تشتغل بفلاتر لانها تقريبا ارخص من لو انا جبت مبرمج شغال اندرويد لوحده واي او اس لوحده. ومن ناحيه تانية محدش بيعرف يجمع مثلا بين الفلاتر والويب سكرابنج والاوتوميشن اللي عندي. ده ممكن يفتح لي ابواب مختلفه في السوق. وكمان في فرص كتير للجونيور موجوده في مصر والوطن العربي، وده كويس جدا لاي حد لسه داخل المجال. واخر حاجه المخاطر او الثريتس، وهنا بنقصد الحاجات اللي في السوق ومش بايدي اغيرها، زي ان المنافسه كجونيور فلاتر عاليه قوي، وفي شركات بتحب انها تكتب الكود بتاعها نيتف، يعني اكواد بتشتغل للاندرويد بس واكواد تانية تشتغل للاي او اس بس. غير ان برضو المنافسه بتبقى عاليه على منصات العمل الحر زي اب وورك مثلا. ومحتاج ابني بورتفوليو قوي موجود فيه ريفيوز من عملاء اشتغلوا معايا قبل كده.
وكده بعد ما خلصت التحليل ببدأ أطلع منه بخطوات عملية، زي إن الفترة الجاية المفروض أركز على تعلم لغة دارت فلاتر بيزكس، وكمان أبني تطبيق أو تطبيقين صغيرين، وبعدها أبدأ أبني مشاريع كبيرة عشان أقدر أحطها في البورتفوليو بتاعي، وبكده أبقى ماشي بخطة واضحة بدل ما أنا داخل المجال بشكل عشوائي. ممكن نضيف حاجة أخيرة في الفيديو بتاعنا، إزاي بنعرف إيه هي متطلبات الوظيفة بتاعة مثلا الفلاتر ديفلوبر اللي إحنا اخترناها ديت. أنا شايف أسهل طريقتين ممكن تعرف بيها إيه هي المتطلبات بتاعتك. تفتح مثلا اليوتيوب ونبحث مثلا عن إيه، فلاتر فلاتر رود ماب، ونضيف مثلا كلمة باللغة العربية علشان النتائج تطلع بالعربي. تبدأ تشوف إيه هي الرود ماب اللي الناس بتشرحها، تقعد تسمع لك كام فيديو عشان تعرف إيه هي المتطلبات. وتاني طريقة أنت ممكن تستخدم موقع يوديمي، برضو تكتب فلاتر ديفلوبر كورس يوديمي، ممكن نضيف لها برضو كلمة إيه، عربي، علشان النتائج تطلع باللغة العربية. مثلا نشوف الكورس ده، فهنا الكورس بيقول لك أنت هتطلع مستفيد إيه من لما تسمع الكورس بتاعي، والتقسيمة برضو، أو أنا قال لك أنت محتاج لغة دارت، تعرف إيه هي ال OOP بتاعت لغة دارت، وده يبدأ يشرح لك فلاتر بيزكس. فمن هنا تقدر تعرف إيه هي المتطلبات والحاجات اللي ناقصاك في المجال اللي أنت محتاجه. وشكرا.